لو انت حكمت على الجرابلينج والجوجيتسو من اول 6 شهور تمرين، فانت هتسيب حاجة حرفيا ممكن تغير لك كيانك كإنسان. ده مش عشان انت ضعيف او عشان انت مش موهوب، لكن عشان محدش بيشرح فعلا المرحلة دي احساسها عامل ازاي. ففي الفيديو ده هنقسم ال6 شهور دول ل5 اجزاء، وهكلمك بصراحة وحقيقة مرة. اول شهر هتحس انك تايه، عندك احلام كبيره وتوقعات عاليه، بس لما تنزل تتمرن تلاقي نفسك بيقطع بسرعه جدا، بتتعب، الناس كلها اقوى واسرع وبتخسر طول الوقت. والفكره ان الاجهاد مش جسدي بس، لكن كمان نفسي. واحد جاي متخيل ان هو هيكسب، بيلاقي نفسه عمال يخسر، بس داخل قاعد ساعتين بيتضرب. فبتبتدي تتخبط بالواقع، تتصدم بالواقع اللي هو ايه ده، انا اضعف مما انا متخيل. ده حتى الناس اللي بتتمرن سنين حديد ما بتستحملش الضغط العصبي والجسدي ده اكتر من كام دقيقه. يعني هو قاعد يبني فورمه وقاعد يكبر عضلاته ويشيل اوزان قد كده في قد كده، وحاسس ان هو احسن من الناس كلها، وينزل واحد نص وزنه ويلاقي نفسه بيتضرب. ومش بيتضرب بس، لا ده بيتضرب وبيزعل ان هو بيتضرب، وكمان بيقطع نفس. فدي حقيقه اغلب المبتدئين في الجوجيتسو ما بيفهموهاش، ان هم اصلا لسه مش وحشين في الجوجيتسو، ده نظامهم العصبي لسه بيستوعب ايه اللي انت بتعمله في جسمك ده. خلي بالك، انت بس مش بتضغط على جسمك وعضلاتك ومحتاج ان انت تعمل مجهود لمدة طويلة، لا ده كمان انت بتحاول تحل مشاكل وفي واحد فوقك بيحاول يخنقك او بيحاول ان هو ياخدك اخضاع او بيحاول يثبتك. انت بتحل مشاكل تحت ضغط شديد جدا. ده لدرجة ان البني ادم بالذات في البداية ممكن تلاقيه وشه بقى باهت، اكن الدم مش واصل لوشه كويس من كتر الارهاق العضلي اللي هو فيه. بيحس ان هو عايز يرجع او عايز، حاسس ان هو يغمى عليه. ده شيء طبيعي لان هو بذل طاقة كبيرة جدا جدا جدا، اكتر مما جسمه معتاد ان هو يبذل. فالعضلات بتاخد الدم لدرجة ان المخ ما بيوصلوش دم كفاية، فبتلاقي البني ادم داخ وساعات رجع. ده بيحصل في البدايات، بس الجسم مش فاهم انت بتحطه في ايه. فاول مرحلة انت مش بتتعلم فيها تكنيكات، لكن انت بتتعلم ازاي تصارع للبقاء، او ازاي تسرفايف تحت كل الضغط ده. هتستسلم ولا هتكمل؟ وبعد توقعاتك العالية جدا تلاقي نفسك خبطت في الارض خالص. فنفسيا هي حاجة تقيلة مش سهلة، وجسديا هي حاجة مرعبة. فالفكرة كلها بتاعت اول شهر ده هو انك تسرفايف او تصارع للبقاء، انك تبقى موجود في التمرين بس، مش مطلوب منك حاجة تانية خالص. وبالنسبة لإحساس الضعف ده فده طبيعي جدا، دي مش حاجة غريبة، دي حاجة بتحصل على طول. المرحلة التانية دي بنسميها مرحلة الأمل الخادع. وانت بتلعب وبتتمرن تلاقي نفسك مسكت واحد إخضاع وكسبته، وده بيخليك تبتدي تفكر، تقول أنا ابتديت إن أنا أفهم الدنيا ماشية إزاي، أنا ابتديت إن أنا أبقى جامد. فثقتك بنفسك بتضرب في السماء. تيجي التمرينة اللي بعديها تلاقي نفسك اتدمرت تماما، مش عارف تعمل أي حاجة. دي حاجة مهمة جدا. المرحلة دي انت عمرك ما تكون شاطر فيها. المرحلة دي انت لسه مش فاهم اصلا الاخضاعات والتكنيكات بتشتغل ازاي، بس انت بتحاول تقلد التكنيكات بس، ولسه قاعد محشور في الحتة بتاعت انا خايف، انا ليه ما بكسبش، هل انا مش موهوب. مخاوف كتير جدا وافكار كتير جدا بتبقى في دماغك، وبتعتمد على قوتك الجسمانية، فحاسس ان انت مرهق بسهولة، بتقطع نفس بسهولة، مفيش حاجة اتغيرت. فبتبتدي تشك في نفسك اكتر. ولازم تبقى فاهم ان التطور في الجوجيتسو ما هوش تطور طالع كده. يعني ما تقولش مثلا انا عشان بقالي شهر فانا زدت، بعد كده بقالي شهرين فانا عمال اطلع لفوق. مش كده خالص. التطور في الجوجيتسو عامل زي السلم، خط ثابت مفيش اي تحسن، بعد كده تحسن عالي جدا، بعد كده خط ثابت تاني. وساعات كمان ما بيبقاش زي السلم، انت بتحس انك ثابت، بعد كده بتتحسن، بعد كده تنزل تاني. وده في دماغك بيحسسك اللي هو انا مش كويس، انا دي جت معايا صدفة. افكار كتير جدا بتبقى بتشككك في نفسك، وبتحسسك ان انت مش كفاية، وان انت الوحيد اللي مش نافع، وان كل اللي حواليك بيكسبوا، والكلام ده كله. المرحلة التالتة هي مرحلة الإحباط الكبيرة. دي المرحلة اللي الناس بتبطل فيها لعب. في المرحلة دي انت لسه الناس بتكسبك، في المرحلة دي انت لسه مش عارف تعمل حاجة، وأحلامك عمالة تقع، تنهار. الناس بتسيب الجوجيتسو والجرابلينج أو رياضات القتال عموما في المرحلة دي عشان انت بتبتدي تدرك أخطائك. وحط لي 100,000 سطر تحت كلمة تدرك أخطائك. هنا بتبتدي تستوعب ان انت مش شاطر. هنا انت بتبتدي تستوعب ان انت مش وحش، ومش مفيش منك اتنين والكلام ده كله، لكن ان انت انسان ضعيف، عندك اخطاء كتير جدا بتعملها، بتعك. بتستوعب ان انت بدل ما عواطفك عمياك، بتبتدي العواطف دي تبعد، وتشوف ان انت عندك نقط ضعف في كل الاتجاهات. في الشهر الثالث بينزل الجزء بتاع العواطف اللي عمياك، وتبتدي تشوف ان انت بني ادم
مش كامل، مش بيعرف ياخد تيك داونز، مش بيعرف ياخد اخضاعات كويسه، مش بيعرف يثبت في الوضع بتاعه، حاسس ان هو خفيف، حاسس ان هو مش متماسك ومش متمالك، حاسس ان هو ضعيف. وبتبتدي تشوف كمان التكنيكات اللي انت بتعملها وحشه ازاي. فهنا بقى ده اللي بنسميه الاحباط الكبير. انت بتحس ان انت زي الزفت، مفيش اي نتيجه ترجى منك. هنا بتسال نفسك انا ليه مستواي وحش، انا ليه وحش كده. وطبعا العواطف لسه موجوده، ما هياش مختفيه. فبتقولك بما ان انا وحش ومفيش مني الرجا، فبلاش منه خالص. انا في اللحظة دي عارف قد ايه انت محتاج دعم، بس ده صراع للبقاء. اللي بيحصل لو انت استمريت بعد المشاعر دي كلها هو ان انت ادراكك بيزيد. والادراك هو اهم عنصر انت محتاجه، ان انت تشوف اخيرا بعد ما كنت معمي. دي حاجة مهمة جدا وتطور كبير جدا، بس انت مش شايفه، انت مش مدرك ان هو موجود اصلا. من الشهر التالت للرابع بيجي بقى مرحلة جديدة، اللي هي مرحلة الهدوء مكان التوتر. في جزء منك بيتكسر وبتبتدي ان انت تقبل الواقع، واقع انه انا لسه مش كويس. بس قوة شخصيتك واصرارك هنا هو اللي بيحدد انت هتكمل ولا لا. لو انت شخص بيفكر بطريقة الناس الناجحة، انت مش بتبص تحت رجليك وخلاص، لكن انت ما بتستحملش عدم الكمال. طبعا الكمال لله وحده، لكن انت دايما عندك شغف بان انت حتى لو في أسوأ الظروف انت عايز ان انت تصلح، انت عايز ان انت تبني. ما بتقبلش بالواقع وخلاص. وده مش معناه ان انت هتغير اتجاهك او تمرينك او اهتمامك باللي انت بتحاول تعمله، لكن بتستسلم للحقيقة وبتقبلها، وبتبتدي تتعلم ازاي تستخدم الحقيقة دي في صالحك مش ضدك. واقع ان انا بخسر وان انا ضعيف وان انا مش كامل بيتقبل، بس مش كشخص مهزوم. لكن الشخص بيبص لها من ناحية تانية خالص. في المرحلة دي لو هو مستمر بيبص لها من ناحية ان انا اتشال من على قلبي حمل وضغط التوقعات بتاعتي، وبدل ما انا المفروض اكون بيرفكت مفيش زي اتنين وما بعملش ولا غلطة، قبولي للخسارة بتاعتي بيشيل من وزن التوقعات عليا. وده بيخليني اتصرف بطريقة مختلفة. ده بيخليني بعد ما اخسر اسأل زميلي اللي كسبني، وانت عملت ايه هنا؟ هو انا عملت ايه غلط؟ ايه الحركة اللي انت عملتها فيا دي؟ اشمعنى اشتغلت؟ بدل ما انت تكون شخص بيمشي بكبرياء عالي بتبتدي ان انت تتواضع، وده بيسمح لك ان انت تبقى متلقي للمعلومات، جعان للمعلومات، بدل ما العواطف هي اللي بتدور عليها وبتجري وراها وانا عايز ابقى كذا وكذا. انت بقيت عايز تتعلم ايه اللي بيحصل. قبولك للخسارة لان انت مش احسن حد في الدنيا بيبتدي ان هو يوسع افقك جدا، ويبتدي ان هو يخليك تشوف ايه اللي بيحصل من ناحية ميكانيكية تقنية علمية بحتة. ودي اهم حاجة، ان ده المكان ودي اللحظة اللي تكنيكك وتقنياتك بتبتدي تنمو فيه، بتبتدي ان انت تزرع لها المكان المناسب انها تنمو. عمر ما الواحد بيتطور وهو تحت ضغط نفسي. مفيش نبتة تزرعها وهي المنطقة مليانة عواصف ومليانة رعد وبرق ومطر والدنيا بتغرق. النبتة دي ما بتعرفش تستحمل لان هي لسه ضعيفة وصغيرة وبتنمو. لكن الهدوء والسكينة والثبات هو احسن مكان تبتدي ان انت تنمو فيه كبني ادم وكمقاتل. دي بقى اهم مرحلة، مرحلة الحصاد. زي ما بالظبط مثلا في الجيم انت مش بتشوف نتيجتك بعد شهر تمرين، لكن بتشوف نتيجتك في خلال 4 ل6 شهور. نفس التوقيت ده بيبتدي يظهر لك في الجوجيتسو والجرابلينج. نفس المبدأ بالظبط. اللي انت زرعته في الماضي، اهتميت بالتمرين بتاعك، ما فوتش تمرينات، كنت مركز مع المدرب بتاعك، قاعد مع الناس اللي مهتمة بالتمرين وبتحب التمرين، حاطط نفسك في صحبة كويسة، بتاكل كويس، بتدور على معلومات اكتر، سواء ان انت بتتفرج على فيديوهات يوتيوب او بتتفرج وبتتابع بطولات او بتنزل كورسات وانستراكشنالز من مدربين مختلفين. كل الكلام ده واستمرارك في التمرين الى اخره بيبتدي ان هو يجيلك كثمار بقى. تشوف انت هتحصد ايه من اللي انت قاعد بتمر بيه الشتاء اللي فات ده كله. وانا لما اقول الشتاء ده، الشتاء ده معناه اللي هو الموسم الصعب، الموسم الساقعة اللي النباتات فيه مش عارفه تكبر، المستواك فيه مش ظاهر لك فيه ان هو بيتحسن في اي حاجه. لكن كل اللي انت قاعد بتزرعه الشهور اللي فاتت دي كلها هتحصده من الشهر الرابع للشهر السادس. فنسبه التعلم بتاعتك هتكون زادت. لما نسبة التعلم بتاعتك هتكون زادت هتقدر ان انت تلاقي ان التكنيكات بتاعتك ابتدت تبقى ليها تأثير فعلا. ابتديت ان انت تقدر تخرج من الاوضاع الصعبة، ابتديت ان انت دفاعك يبقى قوي، ابتديت ان انت كمان هجومك يبقى له طعم، يبقى له هدف. انت فاهم على الاقل الاوضاع الاساسية عاملة ازاي، عندك اخضاع او اتنين بتقدر ان انت تعملهم كويس، تقدر ان انت تخلص بيهم الناس اسرع واحسن. مخك هادي، مخك مش في حالة ذعر طول الوقت. طبعا انت مش بطل ومش بتكسب الناس كلها، ولو بتكسب الناس كلها في خلال 6 شهور فانت محتاج ان انت تعيد حساباتك انت فين. لكن انت
انت بدل ما كنت بتطحن ابتديت ان انت تمسك نفسك، جسمك ابتدى ان هو يشتغل معاك، فده موسم الحصاد. اول مرحله دي اسوأ واصعب مرحله، بس في نفس الوقت هي اكتر مرحله انت بتحس فيها بالسعاده لما بتعمل حاجه صح. عواطفك هي عدوك الاول والاخير، مش بمعنى ان انت تقعد تقول ايه ده انا خايف، انا مش عايز اخاف، مفيش حاجه بتشتغل كده. فركز دايما على عاطفه واحده، وهي عاطفه الحب تجاه اللي انت بتعمله. لو انت بتحب اللي انت بتعمله، سواء انت كسبان خسران، هتفضل معاه، هتفضل مش متخلي عنه. هتروح البيت وانت متألم وانت تعبان وانت يومك كان صعب ومحبط، وتفتح يوتيوب او تفتح كورس وتقعد تتفرج على معلومات اكتر، مش عارف تبعد عن الحاجة اللي انت حبيتها دي. فحبك الشديد وهوسك بالرياضة، باللعبة اللي انت بتلعبها، هو من احسن الحاجات اللي انت محتاج تركز عليها في الاول. هي دي اللي هتخليك جعان اكتر، عايز تقضي وقت اكتر بتلعب جوجيتسو او جرابلينج، عايز تتعلم ليه الحاجات اللي وجعتك دي وجعتك وعايز تصلحها. فاتمنى ان انت تكون استفدت. وبمناسبة الكورسات، انا عامل كورس بتكلم فيه عن التحكم من فوق كمقاتل MMA او جوجيتسو، ازاي تصارع خصمك وتوقعه على الارض بس باختصار، ازاي ان انت تعدي رجليه، ازاي ان انت تاخده في وضعيه تقدر تكسبه منها. بتكلم بالتفصيل عن السايد كنترول او التحكم من الجنب، ايه الثلاث انواع بتوع السايد كنترول. بتكلم عن الفول ماونت او ان انت تبقى قاعد فوق صدر خصمك، وده من اقوى الاوضاع اللي انت ممكن تخش فيها. ازاي الشخص اللي تحتيك بيحاول ان هو يهرب من حاجه زي كده، وانت تعمل ايه تجاه محاولته للهروب عشان تمنعه ان هو يهرب. ازاي تاخده اخضاعات، وازاي تاخد ظهره، وده اقوى وضع في الجوجيتسو عامه. فلو انت مهتم وعايز تتعلم حاجه زي كده، ابعت لي على الرقم اللي انا حاطه في الديسكريبشن، هتلاقيني حاطط رقم واتساب بتاعي واللينك. فما تتاخرش وابعت لي اسرع حاجه ممكنه، عشان انا عندي 30 مكان فاضل منهم 22 مكان. غير كده انا مصور كورس بيتكلم عن الهجوم من الظهر. الكورس ده ينفع لواحد عمره ما خد الظهر قبل كده وما بيعرفش يتحكم فيه، وينفع لحزام اسود. فان شاء الله ترقبوا ان انا هنزل بالكورس بتاع التحكم بالباك او بالظهر. والهدف من كل الكلام ده هو ان انا هبتدي ان انا انزل كورسات افضي فيها دماغي والعلم اللي انا جمعته في خلال ال 12 سنه اللي فاتوا كحزام اسود. وبس يا سيدي، انا اسف الاطاله، واتمنى ان انت تكون اتبسطت، و يعني اشوفك في حلقه تانية ان شاء الله قريب.